وسألت جميع الأوطان مستفسرا عن حال مصر. أجابني سلاطينهم: هي أبدا لم تعرف القهر. فرددت: فعلى ماذا إذن منتشرا بينهم كل هذا الذعر؟ أجابني أحدهم: هي مفخرة التاريخ عبر طول الدهر. فقفز لذهني أن أستغل الوقت وأسأل لما تأخر النصر. قالوا لي: يا ولدي، إياك أن تخوض الحديث وانتبه للحذر، وأطح بكل أوهامك جميعها وارم بها في النهر. فقلت: الحديث طويلا جدا ويمكن أن يصل إلى الفقر. قالوا: لا لا، ظاهرا أنك تهزي وواضحا عليك مفعول السحر. قلت لهم: وكيف يفعل بي هذا وأنا الآن خارجا للفجر؟ وبدا عليهم استشياط الغضب وقالوا: إنها صلاة العصر. قلت لهم: الدنيا معشوقتي وسأكتب لها الشعر. قالوا: إذا ستكون صلاتنا عليك الآن قبل دخولك للقبر. فرفعت هامتي: أنا مصري، وهذا لي من دواعي الفخر. اسألوا التاريخ عن شرفائنا وأساطيرنا، وكفى بنا وبهم غدر. وها أنا ذا فاتحا لكم قميصي، وصوبوا سهامكم نحو الصدر، وكفنوني فقط بقطنها، وادفنوني بأرضها حيث الطهر.